هذه الشيلة مهداة من ماجد عبد الولي محمد عن قاسم المليكي، ومحمد عادل عن قاسم المليكي، وحمير عبد الولي عن قاسم المليكي، ومحمد عبد الله الشماحي، وإبراهيم عبده السريحي، للعريس الغالي عبد الله عبد الولي محمد عن قاسم المليكي. كلمة الشاعر صدام أبكر، أداء أبو حنظلة. في زفاف تاج المروة والشرف والاحترام، مرزحي واخي وروحي نوقف الليلة وقوف. عشت عبد الله المليكي دوم في دنيا السلام، بالرفاء وبالبنين لك جيت أبارك لك ألوف. يا شقيق الروح روحي لك ودمي والعظام، شد باسك بي أنا لك جيش يتصدى الزحوف. دام وأنا أخوك ماجد جعل عيني ما تنام، غير لا ما أشوف عرسك والبشر مثلي تشوف. يا عريس عبد الله لجلك قامت الدنيا وقوف، واقسمت ما تقعد إلا بعد ما تلقى الهنوف. ومملكة آل المليكي ديرة القوم الكرام، نادت اليوم الممالك من تهامة لارض حوف. ألف حي الله ومرحب ضيفنا عالي المقام، ارحبوا على الراس والعين مرحبا كل الضيوف. على حسب سلف العرب عند القبايل قاطبة، لا شي راجل نشمي عسر بنرفعه فوق الجبال. بس الذي خلى دماء غابوا عالي يحتار به، لا وين يرفع شخص قدره يتعدى الخيال. بالذات هذا الرجل أخوك ذي تعتزبه، شقيقي الغالي عري زيش الذي ممكن يقال. كيف امدحه ولا اوصفه وكيف اوقف جانبه، وكل ما بقدر اسويه ما وصل قدره محال. وارحبوا ثم ارحبوا على حسب سلف العرب عند القبايل قاطبة، لا شي راجل نشمي عسر بنرفعه فوق الجبال. بس الذي خلى دماء غابوا عالي يحتار به، لا وين يرفع شخص قدره يتعدى الخيال. بالذات لهذا الرجل اخوك ذي تعتزبه، شقيقي الغالي عري زيش الذي ممكن يقال. كيف امدحه ولا اوصفه وكيف اوقف جانبه، وكل ما بقدر اسويه ما وصل قدره محال. وكل ما بقدر اسويه ما وصل قدره محال. بالمختصر هذا اخي عبد الله ارس قاربه، الى مراس الخير والنور والموده والوصال. حانت مراسم الزفاف والكل يفعل واجبه، شدوا وجدوا ووقفوا يا اهل الشجاعه والنضال. اقسم بان اليوم ذا هو يوم عيد بنحسبه، وثالث اعياد السنه يا ابحان الاحتفال. عبد الله بن عبد الولي نعطي لك على مرتبه، ونسعى الله يسعدك دايم على مر الليال. يهناك عبد الله المليكي نهر الافراح اشربه، ورويضه ما صمم قلبك بالهنا بنت الحلال. عبد الله قد ربك عطاك كل الصفات الطيبه، رجال جد طيب وفي بك تجتمع خير الخصال. افخر اذا قالوا اخي قلت الاخ اعظم هبه، والاخ ما له غير اخوه مرجح بساحه القتال. ابو علي مجد اخوك قال والقاسم لو تصلبه، ما يتركك يجمل عريس بجرحه ولا كرنفال. عبد الله اليوم السرور سيطر والاحزان غايبه، اضحك عسى الله يسعدك يا سيد اسياد الرجال. ابو علي قال الهموم لو اصبحت متكالبه، في فرحتك ما تنجالي ونشعل الدنيا اشتعال. قالوا زمان الجيد من يوقف بموقف صاحبه، فكيف وانت الاخ ذي نضرب بك اليوم المثال. يوم عرسك قلتها حيا الضيوف الواثبه، شرفتمونا يا رجال مرحب بكم في كل حال. مرحب بكم متقرحت صوت الرصاص الذايبه، ضيوف عبد الله المليكي فال خير وخير فال. صوت الفرح
خطاب بقدوم قوم النايبة يا مرحبا وهلا بكم من الجانب الأقصى الشمال على حسب سلف العرب عند القبائل قاطبة لا شي راجل نشمي حسن بنرفعه فوق الجبال بس الذي خلى دماغ أبو علي يحتار به لا وين يرفع شخص قدره يتعدى الخيال بالذات لاحظ الرجل اخوك ذي تعتز به شقيقي الغالي عريس ايش الذي ممكن يقال كيف امدحه ولا اوصفه وكيف اوقف جانبه وكل ما بقدر اسويه ما وصل قدره محال وكل ما بقدر اسويه ما وصل قدره محال بالمختصر هذا اخي عبد الله ارسى قاربه الى مرس الخير والنور والموده والوصال حانت مراسم الزفاف والكل يفعل واجبه شدوا وجدوا ووقفوا يا اهل الشجاعه والنضال اقسم بان اليوم ذا هو يوم عيد بنحسبه وثالث اعياد السنه يا اب حان الاحتفال عبد الله بن عبد الولي نعطي لك على مرتبه ونسعى الله يسعدك دايم على مر الليال يهناك عبد الله المليكي نهر الافراح اشربه والرضا ما صمم قلبك بالهنا بنت الحلال عبد الله قد ربك عطاك كل الصفات الطيبه رجال جد طيب وفي بك تجتمع خير الخصال افخر اذا قالوا اخي قلت الاخ اعظم هبه والاخ ما له غير اخوه مرجح بساحه القتال ابو علي مجد اخوه قال والقاسم لو تصلبه ما يتركك يجمل عريس بجرحه ولا كرنفال عبد الله اليوم السرور سيطر والاحزان غايبه اضحك عسى الله يسعدك يا سيد اسياد الرجال ابو علي قال الهموم لو اصبحت متكالبه في فرحتك بتنقالي ونشعل الدنيا اشتعل قالوا زمان الجيد من يوقف بموقف صاحبه كيف وانت الاخ ذي نضرب بك اليوم المثال يوم عز قلتها حي الضيوف الواثبه شرفتمونا يا رجال مرحبكم في كل حال مرحبكم متقارحت صوت الرصاص الذايبه ضيوف عبد الله الملكي فالخير وخير فال صوت